السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايبي بقى نعمل ايه مع بعض؟ ايه اكلة جميلة حلوة خالص، اكلة قلقاس. هنعمل قلقاس يا حبايبي ورز بالشعرية. هنجيب كده مع بعض القلقاس يا حبايب قلبي، ونقشره بالشكل دون. تمام. والقلقاس يا حبيبي ما بنغسلهوش، القلقاس بننشفه بفوطه نظيفه كده في المطبخ، ومش بنغسله خالص. تمام. علشان بيعمل ماده كده يا حبايبي لزجه، فمش ينفع ان انت تغسليه، هيقعد يلزق ايه معاكي. تمام يا حبايبي، اهو بالشكل ده. القلقاس دون عندي في التلاجة بقاله اسبوعين، وعماله اتحايل على اولادي نعمل اللي يعملوا يا اولاد، يقول لا مش بنحبه يا ماما. هما ما دقوهوش قبل كده. ساعه ما عملته بحلف لكم بالله كلوا صوابعهم ورا. الولاد حبوه جدا جدا، قلت لهم جربوا بس ومش هتندموا. عملت كده يا حبايبي، اهو شايفين بمسحها كده بالشكل ده يا حبايبي. اهو جبت كيلو من القلقاس، اجوا 2 بالظبط بالشكل دون. قلنا نجرب كده، لو حبوه نعمله على طول يا حبيبي. احنا بنعمله بالصلصه، في ناس بتعمله بالسلق. تمام. بس احنا هنا بنعمله ايه في الشرقيه، بنعمله بالصلصه. تمام. اغلبيه الناس يعني عندنا هنا بيعملوه بالصلصه. هبقى اجيبه تاني وعيالي جربوه بالصلصه حبوه، وهجربه كمان بالسلق، يمكن يكون اطعم من ايه من الصلصه. تمام يا حبيبي، هنعمل الطريقتين مع بعض اهو. قشرته كده، خليت القلقاس كده حلو يا حبايب قلبي. وبعد كده بقى ايه همسكه اقطعه. هو كده ناشف معايا، انا نشفته كويس، مش في اي حاجه وحشه. والسكينه بتاعتي كمان ناشفه. وببدا ايه اقطعه كده يا حبايب. خلي بالكوا علشان ايه اللي هو قاسي شويه في التقطيع، مش زي البطاطس اهو. بيبقى ايه قاسي شويه عن البطاطس اهو يا حبايبي. هنقطعه مكعبات بقى زي ما انت تحبي تقطعيه تقطعيه بالشكل دون. انا هقطعه قطع صغيره كده، مكعبات صغيره اهو زي البطاطس بالظبط. وهنعمله بقى ايه التسبيكه بتاعته. شوفوا هنعمله ازاي حبايب قلبي اهو. هنبدأ بقى، جبت كده حلة حبايب قلبي، وحطيت فيها كده حتة دهن يا حبايبي، وعلى شوية زيت، والبصل خرطته بالشكل دون. وقعدت ايه ياخد لون بس يا حبايب قلبي اسفيري كده بس. احنا ما بنحبش التقلية متحمرة جامد، علشان خاطر ايه يبقى الاكل ايه صح كده حبايب قلبي، ني في ني اهو. تمام. ده جبت كيس صلصه كده من الفريزر، وحطيته بالشكل ده يا حبايب قلبي. انا بفرم الطماطم وعباها في اكياس واحطها في الفريزر، واسبكها بقى ايه ساعه ما اكون بطبخ على طول يا حبايب قلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى احط ايه التوابل بتاعتي. حطيت الملح وحطيت الفلفل الاسود، وبعد كده هنحط الايه الكمون يا حبايب قلبي اهو بالشكل دون. التوابل اللي انت عايزاها حطيها براحتك، اللي انت بتحبيه بهارات في اكلك حطيه اهو. هنسبكها كده بالشكل ده يا حبايب قلبي زي اي طبيخ عادي. هنكمل بقى القلقاس كده تقطيع مع بعض على ما الصلصه بتاعتنا تتسبك بالشكل دون. طريقه جميله يا حبايبي وسهله، جربيها طعمها تحفه. اللي ما جربهوش بالصلصه يجربه، هيبقى هيندم لو مش جربه يا حبايب قلبي. بقول لكم انا عيالي ما كانوش بياكلوه خالص ساعه ما عملته. قالوا عمل لنا منه على طول يا ماما. فيه غذاء وفيتامينات يا حبايبي كتير. القلقاس مغذي جدا، فليه ما نستغلش الحاجات الخضروات بتاعتنا والحاجات الحلوة دي تفيد في جسمنا وتفيد أولادنا أحسن من الأكلات الجاهزة بالشكل ده يا حبايبي. نزلت بقى بالقلقاس بتاع كده على الصلصة بعد ما اتسبكت بالشكل دون اهو. وهنا الحلة التانية كنت بطبخ الرز بالشعرية. طبعا كلنا شاطرين وعارفين بنعمل الرز بالشعرية ازاي حبايب قلبي، وعملته معاكم قبل كده على القناة.
ايوه بسيبها بقى كده يا حبايب قلبي، ياخد ايه غلوه كده مع بعضه، وياخد من حمار الصلصه كده ومن طعم الصلصه اهو. ده الرز بالشعريه يا حبايب قلبي بوريكم اهو. سيب بقى القلقاس ياخد ايه كده شويه مع بعضه، وبعد كده ايه نحط عليه الشوربه بتاعتنا، او نحط عليه ميه زي ما انتوا عايزين يا حبايب قلبي. اللي عندك شوربه مفيش مشكله اهو. اي اضافات انت عايزه تضيفيها مفيش مشكله. كان عندي طبق شوربه كده بالشكل ده يا حبايب قلبي، انا حطيته طعمت بيه اهو. ما عندكيش شوربه حطي مرق دجاج وميه مفيش مشكله، هيبقى طعمه برده تحفه يا حبايبي. شايفين؟ هبدا اديله بقى تشويحه كده يا حبايب قلبي مع بعضه، يتشوح كده كويس في الصلصه. بعد كده انزل بقى بايه بطبق الشوربه كده يا حبايب قلبي. كان في قطعه لحمه واحده بس اهو، نحطها كده الطعم معايا بالشكل ده يا حبايب قلبي. يلا لو عجبكم الفيديو بتاعي وعجبكم محتواه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا. بحبكم في الله. حطوا لايك بقى يا حبايب قلبي وشجعوني كده، وفي فيديو جديد ان شاء الله وفي رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكده القلقاس بتاعنا اهو يا حبايب قلبي، ما بياخدش سوا على النار 10 دقايق بس، وبعد كده ايه بنطفي عليه. اهو يا حبايب قلبي، شايفين المنظر؟ شايفين اللون والروعه والجمال اهو. حطي بقى الميه حسب ما انت عايزه. كده يكون ايه خلص بقى القلقاس معايا. وده الرز بشعريه كمان خلص اهو يا حبايب قلبي بالشكل دون. نهدي عليه بقى ايه النار خالص. ونبدأ نغرف مع بعض كده القلقاس بتاعه هون. زي ما قلت لكم ما بياخدش السوا خالص يا حبايب قلبي اهو. شايفين جماله يا حبايبي؟ الف هنا وشفا. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.